الأخبار؟ يلا هاتي مشروبك المفضل. النهاردة حلقة جديدة من قعدة بنات. النهاردة نتكلم ازاي يا عزيزتي تدمري نفسك في خطوتين بس. ازاي انتي بنفسك تدمري نفسك بنفسك لما انتي ما بتحبيش شكلك ومش قادرة تتقبليه ومش طايقة اصلا تبصي في المراية، ولا بتحبي تتصوري، ولا بتحبي تخرجي في حتة، او اصلا ما بتحبيش اصلا تخرجي مع اي حد ومش بتحبي انك تخرجي اصلا، او بتخرجي وبترجعي متضايقه انك انتي ما اتبسطتيش. دايما حاسه في المكان اللي بتكوني موجوده فيه ان انتي اقلهم جمالا، اقلهم في اي حاجه، من كتر ما انتي مش متقبله شكلك ولا ملامحك ولا جسمك ولا لونك ولا بشرتك ولا اي حاجه فيكي. ده اصلا عاملك عقده وعاملك مشاكل نفسيه. انتي مش قادره تحبي نفسك، انتي مش قادره تتقبليها ابدا، لان انتي طبقتي على نفسك حاجه انا بسميها ازاي تدمري نفسك في خطوتين. الخطوه الاولى انك انتي بتبصي لنفسك بمعايير المجتمع وبنظرة المجتمع وبعيون المجتمع، والخطوة التانية هي المقارنة. خلينا نبدأ دلوقتي في الخطوة الأولى. انتي لما بتبصي لنفسك بمعايير المجتمع هو اللي حطها، بمعايير انتي بصة بعيون الناس، بعيون الناس شايفاني ازاي، بعيون المجتمع شايفني ازاي، المفروض ابقى ازاي، وزني ايه، شكلي ايه، بشرتي ايه، لوني ايه، حاطط لك كل حاجة. ده بالنسبة له ده معايير، والمعايير دي اصلا بتتغير. ومع انك انتي لما بتشوفي بتيجي تبصي لنفسك في المراية فانتي مش بتشوفي نفسك بعينك، لا، انتي بتشوفي نفسك بعيون المجتمع والمعايير اللي فرضها عليك المجتمع. تشوفي مدى، شوفي بقى انتي مدى السوء اللي انتي عاملاه لنفسك، شوفي انتي ظالمه نفسك قد ايه وحاطه نفسك في حته اصلا غلط تماما. شوفي انتي عامله ايه في نفسك بنفسك، اصلا محدش عامل كده، ده انتي اللي عاملاه بنفسك، علشان انتي قررتي تكرهي نفسك علشان المجتمع. انتي قررتي انك انتي مش متقبله ومش طايقه نفسك علشان اه معايير فرضها المجتمع عليكي، علشان انتي لما تبصي لنفسك في المرايه ولا عندك اصلا ثقه في نفسك ومش متقبله نفسك، مش متقبله شكلك، بس بسبب معايير جمال حطها المجتمع. فارغ اصلا، مجتمع فارغ فاضي انه بس يحكم عليكي، انك انتي بس اصلا صدقتي حاجه زي كده. متعمليش في نفسك كده بجد. انتي شكلك حلو وملامحك جميلة ومتناسقة وكل حاجة فيكي أنيقة وكل حاجة فيكي لايقة على بعضها، كل حاجة فيكي مميزة. انتي على بعضك مميزة، مفيش حد زيك، انتي نسخة واحدة مش بتتكرر، انتي مش شبه حد، صدقيني انتي جميلة، انتي جميلة جدا كمان. بس انتي محتاجة انك تبصي لنفسك بعينك انتي، تشوفي شكلك بعيونك انتي، مش بمعايير وعيون المجتمع. حبي نفسك، حبي نفسك والله. لما تحبي نفسك وتعززي نفسك افتكري دايما انك من خلق الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اللي خلقك وخلقك في احسن صورة. افتكري دايما ان ربنا مش بيبص شكلنا، ربنا بيبص لقلوبنا، ربنا بيشوف قلوبنا. هي لو كانت طيبة ونقية ربنا بيحبنا من قلوبنا مش من شكلنا. فحبي نفسك وقدريها وخليكي عارفة انك انتي نسخة واحدة مش بتتكرر، انتي شخصية واحدة وانتي جميلة في كل حالاتك. رقم 2، المقارنة. المقارنة هي الشعور اللي بيسرق منك نفسك، الشعور اللي بيفقدك نفسك بالبطء. لما تقارني نفسك بغيرك ده بيخليكي تكرهي نفسك، ومهما حاولتي مش هتكوني بالسلام النفسي، لانك انتي بتقارني نفسك بفلانة، انتي بتقارني نفسك بيها، هي عملت ايه، هي حياتها ازاي، هي شكلها ايه، هي معاييرها ايه. وده غلط، ده غلط. انتي بتقارني نفسك بإنسانة تانية خالص، بتقارني نفسك بإنسانة أو بفلانة دي اللي حياتها غير حياتك أصلا، بيئتها غير بيئتك، حياتها مش زي حياتك اطلاقا. بتقارني نفسك مثلا بالنقطة اللي هي وصلت لها، لكن بتقارني نفسك بالمشوار اللي هي مشيت فيه، لا. فانتي كده حاطة نفسك في مقارنة ظالمة اصلا، لانك انتي مش نفس حياتها
ولا بيئتك نفسها ولا حياتك زيها كده. ليه انت بتقارني نفسك اصلا؟ لو عايزه تقارني نفسك، قارني نفسك بنفسك يا زمان. قارني نفسك بانك انت كنتي عامله ازاي زمان ودلوقتي عامله ايه. قارني نفسك بالسنه اللي فاتت. ادي المقارنه اللي تبقى صح. انت بتتطوري، انت بتنجحي، انت بتمر بحاجات وبتعدي بيها، ده اللي تقارني نفسك بيه. لكن تقارني نفسك ليه بانسان تاني؟ تقارني نفسك ليه بواحده تانية خالص؟ امنعي الحتة دي، ما تقارنيش نفسك نهائي. انت كده بتخسري نفسك وبتخسري شخصيتك وبتخسري اصلا ثقتك في نفسك تدريجيا، بسبب انك انت بتقارني نفسك بيها. هي عملت ايه، هي سوت ايه، وبشغل حياتك ليه بيها. حياتك للدرجة دي فاضية انك انت شغالة تقارني نفسك بغيرك؟ امليها، املي الفراغ اللي انت حاسة بيه ده، امليه علشان ما تحطيش نفسك في مقارنة نهائي. امنعي ده. لو عايزة تدمري نفسك وعايزة تخلي ثقتك في نفسك صفر، قارني نفسك بغيرك براحتك. انت حرة، تقدري انك انت تعلي نفسك او تنزلي نفسك للصفر. شوفي انت حابة تعملي ايه. حبي نفسك وحبي شكلك وحبي حياتك. انت نسخة واحدة، والله سبحانه وتعالى كرمك، والله سبحانه وتعالى رزقك بحاجات كتيرة جدا حلوة. فانت ما تبصيش للوحش، بصي للحلو اللي في حياتك. بصي انك انت في نعم كتيرة. بصي ان حياتك حلوة ان شاء الله. بصي انك انت جميلة. بصي انك انت نسخة واحدة. انت فيكي مميزات وفيكي نقاط كده الله سبحانه وتعالى ميزك بيها. فحبي نفسك على الاساس ده وقدريها، وخلي بالك من نفسك، واعملي اي حاجة بتحبيها. عززي من نفسك وزودي ثقتك في نفسك، وما تقارنيش نفسك بحد نهائي. كده نكون انتهينا. متنسوش يا امارات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس.